السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين؟ النهاردة معانا فيديو تحفة، يعني حاجة جميلة، حاجة سهلة كالمعتاد. بقول إن هي سهلة، أكيد سهلة طبعا، وحاجة في السريع كده نعملها. أنا هعمل لكم النهاردة كرسي السفرة. طبعا أنا عملت فيديو الكرسي السفرة، هنزله لكم في صندوق الوصف. ده الكرسي العادي خالص اللي عندنا كلنا، أغلبية الناس عندها الكرسي ده. بس في كراسي طالعة جديد، أنا بقول عليها كرسي مودرن شوية. طلبتوه مني كتير، وأنا صراحة عملت ليه كذا فيديو، بس كل ما أعمل فيديو ما اقتنعش بيه. يعني بحس ايه، لا فيها تكاية صعبة شوية، فيها حاجة مش هيستسهلوها، لا فيها حاجة، فيها شغل كتير. كمان انا بحب اللي هو مقطعش، يعني اخلي الحاجة حتة واحدة. لما الحاجة بتبقى حتة واحدة بيبقى ليها قيمتها. فان شاء الله اخر قصة وصلت لها، القصة دي هي فيها كذا يعني كذا تركاية حركاية كده، بس معلش هتخليكم معايا واحدة واحدة. هنقص وبعدين نشتغل على المكنة. الفيديو ده هيكون قص، الفيديو الجاي هيكون مكنة ان شاء الله. تمام. بصوا بقى، احنا الكرسي السفرة اللي في الفيديو اللي فات كنا قايلين احنا هنجيب متر واحد. كرسي السفرة ده لا، مش هينفع نجيب متر واحد لأسباب. هو انا اشتغلت عليه متر واحد وكان تمام ومية مية، بس بيبقى فيه عيب بسيط هنزله لكم في الصورة اللي موجودة قدامكم دي، ان هو بيبقى مش مسدول على الكرسي، لا ده بيبقى حاجة طالعة كده، يعني مش شيك خالص، وبيداروه بخدادية ولا حاجة وخلاص. لا، انا هكبر مقاسي شوية وعدل قصيتي شوية علشان نعرف يبقى حاجة مظبوطة، حاجة تدخليها في الكرسي خلاص خلصنا، هي بتاعتها. تمام. انا هاخد بالظبط من طول القماش. تمام. ادي البورصل عندي، باخد بالظبط من طول القماش كده 1.40 سنتي. خلاص. هعمل 2 كرسي. انا دايما بعمل بالدبل، ليه؟ علشان انا لما بعمل بالواحد بياخد قماش كتير. كل ما الحاجة بتكتر في الكفرات بالذات، كل ما تكتري كل ما القماش بيقل. طيب انا هاخد 1.40 لو زودتي هياخد اقل. تمام. انا مش هعمله بكورنيش، هعمله عادي جدا من غير كورنيش. عايزة بتعمليه بكورنيش نفس القصة، بس هتزودي كورنيش. خلاص تمام. طيب انا عندي من طول القماش كده 1.40. هنبتدي زي المرة نفس القصة اللي فاتت بالظبط، مع يعني تعديلات بسيطة ان احنا يكون زي الكرسي اللي احنا عاوزينه. انا هاخد طبعا دي 1.40، هاخد من 1.40 60 و60، 60 سنتي و60 سنتي، هيبقى 1.20. هيبقى من 1.40 اللي هي 20 سنتي دي. تمام. نفس الطريقة اللي فاتت بالظبط. اعدل لكم. طبعا الدوران هيبقى في عرض القماش. دايما الناس بتسألني هو عرض القماش؟ عرض القماش. طب انا عندي عرض القماش 160، لا حضرتك عرض القماش بيمط معاكي ل2 متر. وفي عرض قماش، القماش الحلو والتقيل بتاعنا بيبقى عرض القماش بتاعه ازيد كتير، بيوصل لحد 2 متر وربع. تمام. يعني لو هتعمليه من غير كورنيش هيبقى عرض القماش حلو قوي. طيب لو هتعمليه بكورنيش، قصدي معلش انا اسفه، لو هتعمليه بكورنيش عرض القماش حلو قوي. طب انا لا، مش هعمله بكورنيش، فهتبتدي تزودي على العرض. تمام. نقول بسم الله كده. نفس القصة التانية بالظبط، بس فرق ان دي 60 سنتي، التانية كانت حوالي 40 او 45، لا دي 60 سنتي، وهتسيبي هنا 20 سنتي.
من 1.40 متر. خلاص، وهنبتدي نظبط. طبعا معاكي مازورتك وبتظبطي، بتقيسي بالمازورة 60 وبالمازورة 60 لحد ما توصلي لآخر العرض. تمام، لحد ما توصلي لآخر العرض 60. بصوا، احنا قلنا من طول القماش هناخد 1.40 متر. تمام، هنطبق معانا 1.20 متر اللي هو 60، واللي تحت 60 بقى معانا 20 سنتي. نبتدي بقى نقص. ثواني كده اظبط الدنيا. يا ريت لو موضوع الصوت، انا كان في حد قال لي على الصوت وانا يعني بقدر الامكان عدلته. لو الصوت فيه مشكلة قولولي اظبطه اكتر. هنبتدي بقى نقص. في حد قال لي انتي ليه بتعملي بحاجات صغيرة؟ هقول لك انا ليه. انا يعني لقيت ان الحاجات الصغيرة بتتفهم اكتر من الطبيعة، يعني بتتفهم اكتر قوي، لان بيبقى الحاجة صورة كاملة متكاملة قصادك، صورة كاملة متكاملة. يعني انت شايفة انت قصة ايه وهتعملي ايه، يعني انت مبينة الصورة كاملة متكاملة، يعني مبينة انت بتعملي ايه. انما لما بالحجم الاساسي والحجم الاصلي بيتوه منك تفصيلة. بصوا انا قصيت كده، طبعا دي 60 وده 20 سنتي كده 20. تمام، هقول لكم دي بعدين، بس هنبتدي بقى بده. هنفصل طبعا دي 60، هنفصل نبتدي كده انا فصلتهم. تمام، كده معايا شريحتين. تمام، شريحتين لايه؟ ل2 كرسي. خلاص، هناخد شريحة واحدة عشان نشرح. بصوا بقى، طبعا ده البرسل، الشلتة بتاعت القعدة، الشلتة اللي هي بنقعد عليها. طبعا بصوا منظرها، انا بعد منزله الصورة بتاعتها. تمام، الطول اللي قصادكوا ده بتاع الشلتة حوالي 50 سنتي. تمام، انا بزود على الطول 10 أو 15 سنتي حسبك انت، او حسب مطة قماشك. طيب الطول ده ازيد، تمام، بتزودي 10 سنتي او 15. الطول ده اقل، برضو بتزودي 10 او 15. انا عندي الطول 50 سنتي، فهاخد من هنا 50 وازود عليهم 10، يبقى هاخد 60 سنتي، هاخد من هنا 60 سنتي. خلاص تمام، وهطبقها كده. يبقى انا عندي من عرض القماش، الكلام ده من عرض القماش، عندي طول القماش هنا 60 وده عرض القماش. هناخد من عرض القماش 60 سنتي، وهنبتدي على المكنة هنخيط دي كده وهنخيط دي كده. خلاص، يبقى دي كده هتتخيط ودي كده هتتخيط. حد هيقولي طب ما قصيها. لا، انا ما قصيتها لقيتها ما ظبطتش زي ما بخيطها بالمثلث كده، تبقى مثلث مشي وخيطها، وهنا مثلث وخيطها. خلاص تمام، بس كده بس كده. خلاص، انتي هتخيطي ده كده، هيبقى الشكل كده، دي متخيطة ودي متخيطة، ويبقى الشكل كده ماشي. تبقى دي متخيطة دي متخيطة والشكل كده. ويبتدي بقى دي كده، هتجيبي بقى كده، يبقى عندك بقى الايه، الظهر، وادي ايه الشلتة في على المكنة. ان شاء الله هنوضح كل الكلام ده. خلاص، نيجي بقى للشريحة اللي هي، بص السهولة، يعني عايزة اقول لكم بص السهولة، يعني تفصيلة صغيرة. انتي قصيتي شريحة اهي، بصوا قصيتي شريحة 60 سنتي في عرض القماش، ماشي، خدتي من عرض القماش 60 سنتي. طبعا ال60 دي مرتبطة بالمقاس،
وهتاخدي هنا خياطة وهنا خياطة وهتكملي. خلاص نيجي بقى على المهم، اللي هو ايه المهم؟ الايادي. طبعا احنا عايزين 4 ايادي. خلاص عايزين 4 ايادي. انا طبقت هنا البرسل على البرسل ليه؟ علشان هاخد بالاتنين. طيب هتقيسي دي 20، هتقيسيها هنا 30، يبقى 20 في 30، يبقى عندك الايد 20 في 30. تاني بصوا، يبقى كده 20 وكده 30، وهنقص. دي الايد. طيب مقاس الايد ده ثابت؟ لا مش ثابت، انت هتقيسي الايد اللي عندك. انا الايد اللي عندي 20 ودورانها 30. شوفي الايد اللي عندك وهوضح لكم في الفيديو في الصورة دي الايد اللي هي ايه. تمام؟ وهتجيبي كده، طبعا دي 2 ايد، هروح على القلبة واروح ايه جايبة، يعني 3/4 3/4 متني، والحتة الأخيرة الربع مش متني. تمام؟ وهقفل كده، بس لما هقفل مش هقفل عادي الإيد العادية، لا هقفل واخد كيرف كده زي الكيرف بتاع الإيدين. تمام؟ يعني لما تقصي تخيطي، هتخيطي كده كده وكده. خلاص؟ الإيد التانية نفس النظام. أنا خدت 2 إيد وهنقص كمان 2 إيد. تمام؟ يبقى معنا 4. هيبقى في حتة كمان هتتبقى. ده بقى اللي بيبين ان انت طول ما بتزودي نسبة القماش بتقل. يعني لو انت هتعملي كرسيين هيبقى تاخدي كمية قماش، ولو هتزودي يبقى 4 كراسي 5 كراسي هيبقى نسبة القماش بتقل. طبعا مش هتقل نص، لا بس هتقل كمية كويسة. تمام؟ يا رب يا جماعة الفيديو ده ان شاء الله يكون الفيديو ده استفدتوا منه وعرفتوا تقصوا. ده فيديو القص. ان شاء الله فيديو التقفيل هنقفل على المكنة اللي احنا قصيناها. تمام؟ يا رب يا رب كل فيديوهاتي ان شاء الله تكون مفيدة لكم، وانا فرحانة جدا 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 جدا. انا بقالي كتير قوي ما بشوفش نسبة المشاهدات، بس الحقيقة يعني بشوف نسبة المشاهدات بفرح قوي. فرحانة ان في مشاهدات كتير، في ناس بتتابعني وفي ناس بتخش على السعيدي اللي عايز اوردر ببعتهوله. عايزة اوردر جاكار ببعتهولك. لو في حد من التجار جنب منك، انا بسألك انتي فين في المكان كذا، طب في فلان او في تاجر جنبك اسمه كذا، روحي خدي منه. ما عنديش مشكلة ابدا في الموضوع ده. الناس اللي بتبقى طبعا بعيد وما فيش حد ببعت لها شحن، ان شاء الله بوفر كل حاجة، يعني كل قماش الكفرات، جاكار، قطيفة، كله ان شاء الله، يعني حتى الاستك، حتى كل حاجة ان شاء الله، حتى الاكياس والشنط اللي بتحطي فيها الكفر. طبعا هو كان في كراتين دلوقتي، بس طبعا انتوا عارفين الدنيا الاسعار بقت ما شاء الله حلوة، فنضطر بقى نحط في شنط مش في كراتين. يا رب ما اكونش رغاية ورغيت كتير. دعمونا دايما باللايك والشير والسبسكرايب عشان كمية ناس كبيرة تستفاد ويبقى باب رزق ليكم كلكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.